ازيكم يا أبطال؟ النهاردة معانا الحلقة 23 من قصتنا الأسطورية سيد الأشباح. فما تنساش يا صديقي تعمل لايك، لأن اللايك بيدعمنا إن احنا نكمل في الحكاية، وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الحلقة الجديدة. وبص لإدوار وقال له بسخرية تقيلة: أنا كنت ناوي أموتك بهدوء من غير ألم، بس واضح إن البنت الصغيرة ديت لعبت في الحسابات كلها. وبيكمل وهو متعصب: إزاي بعد كل السنين ديت وأنت بتاخد السم ولسه عايش؟ واضح إني كنت كريم زيادة عن اللزوم معاك، والنهاردة الجرعة هتكون النهاية. ويمسك مسدس إدوارد ويضحك ضحكة سوداء مرعبة: وقول لي بقى ليه أنت تبقى رئيس العيلة وأنا لأ؟ وأنا كنت أقل منك في إيه؟ ويقرب منه أكتر ويهمس: يلا سافر للعالم التاني، وايه احسن من انك تموت بسلاحك انت؟ وادوار يبص لتونج وصوته مكسور: شكلي مش هقدر اوفي بوعد المره ديت. وفجاه في طلقه اتضربت، بس الصدمه مش ادوار اللي اتضرب، تونج هي اللي خدت الرصاصه بداله. وادوار يصرخ باسمها وهو منهار، لكن هي تبتسم ابتسامه هاديه وكانها مش حاسه بالالم، وتقول له بصوت ضعيف: المره ديت انا اللي هحميك يا جدو. وفجاه طاقه غريبه بتنفجر منها، الطاقه الشبحيه اللي كانت محبوسه جواها اتحررت بالكامل، وهي بتقول بحلم بسيط جدا: انا لسه عايز اروح الملاهي معاك. وفي اللحظه دي بتشوف ذكرى قديمه لما سالت ادوارد الملاهي شكلها ايه، وهو رد بابتسامه فيها دمى بتضحك وعجله كبيره بتلف في السماء وكسور زي الحكايات ومكان كله ناس مبسوطه. ترجع للحظه الحاليه وتهمز: انا شفتها يا جدو، وجسمها يقع جنبه، وفي نفس الوقت زعيم الارواح الشريره يصرخ: مزقوم حتت. لكن قبل ما حد ما يتحرك، تونج فجرت طاقه مرعبه، انفجار ضخم يهز المكان كله وكل الارواح اختفت. حتى باسكال كان انتهى. السيستم يظهر فورا مهمة جديدة: استعادة تونجا. المطلوب إيجاد باب العالم الوحيد المؤدي لكسر الوحدة، ونسبة التقدم كانت 35%. ولين كان بيفكر بسرعة: تونج لسه جزء من روحها في العالم السفلي، وللوصول ليها لازم أحصل على مفتاح واحد بس هو عين حورس. وبعدها يمتص بقايا تونج ويقول بهدوء: يلا نرجع للبيت. ولكن فجأة الإنذار يضرب في المكان، المعمل كله يدخل في حالة طوارئ، وتشارلي تصرخ لين بسرعة على غرفة التحكم. ويوصلوا هناك ويلاقوا الابواب اتقفلت لوحدها والنظام كله بيبوظ، وزيون تبدا تعيط: البيت بقى مستحيل نعيش فيه. وتشارلي تحاول تسيطر: فين فريق الصيانه؟ في اخبار عنهم؟ وزيون بتقول: مش قادرين نتواصل معاهم، وليني هديهم ومفيش داعي للذعر. ولولي كان فين اخر مره؟ ويردوا في مجرى التهويه الدور الخامس، وليني يجري فورا، واول ما يوصل يحس ان في حاجه غلط، ويشوف ناس بتحاول تفتح حاجه ويسالهم: انتوا بتعملوا ايه؟ يلفوا عليه فجاه ويهجموا، وعيونهم ما كانتش طبيعيه. ولين يدرك فورا دولت مش في وعيهم. بره المشهد أسوأ، حيوانات بتقتل بعضها ودم في كل حتة، ولين يستنتج طاقة الأشباح أثرت على قولهم. وأسد كان بيقضي على الكل ويظهر، وفجأة جسمه يتحول والسيستم يظهر ظهور روح شريرة من مستوى الهوية الأولى أسد المتحول. ولين مستغرب دوت غير منطقي، إزاي حيوان يتحول لروح شريرة كده؟ لكن ما كانش في وقت، الوحش يهجم، بس قبل ما يوصل شينهاوا تتدخل وتضربه بقوة ويتخبط في الأرض. ولين يلاحظ الأرواح ديت عندها غريزة قتاله بس، والمعركة كانت بتبدأ، ولين يقضي على كل الوحوش اللي قدامه والسيستم يعلن انتصارات متتالية. ولكن فجأة 3 وحوش تانيين يظهروا والموقف يزداد سوء، والأرض تنشق وعظام حيوانات مدفونة تبدأ تتحرك وتتحول لروح من المستوى الثالث. ولين كان قرفان من النوم ويستدعي أسونا فورا لدفنهم، وأسونا تستدعي هرم ضخم وتقضي عليهم بسهولة. والسيستم أسونا وصلت للخبرة الكاملة وترقية باستخدام جرعة الإحياء. ولين كان مندهش وداس نعم، وأسونا بقت من المستوى التاني. ولين يبتسم بثقة: دلوقتي أقدر أواجه توت. ولكن فجأة جونج تقول له في حاجة مستخبية ورا المبنى، ويروحوا يشوفوها ويلاقي روح تنين جريح وعلى وشك الاختفاء. ولين يلاحظ مش روح شريرة عادية دي بتحمي حاجة، ويبص تحت ذيله بيضة مكسورة. التنين يبص لينفينج ويديله البيضة الأخيرة. ولين مستغرب من تصرفات التنين فيسأله: أنت عايز نهتم بالبيضة ديت؟ والتنين يهز راسه بهدوء، يبص له بثقة ويقول له: سيبها عليا. ويمسك البيضة ويبدأ يحلل الموقف. الكائنات ديت اتحولت بالشكل الغريب دوت بسبب تأثير طاقة الأشباح على كائنات بريئة، يعني ديت مش طبيعتها. وأول ما لين فينج يفهم دوت التنين بيبدأ يختفي وكأنه كان مستني اللحظة ديت بس. ولين بعد كده هوت يجمع شوية طوب من النانو كربون اللي كانت الكنيسة مبنية بيه ويخزنه عنده. واضح إنه بيخطط لقدام مش بيضيع أي موارد. لكن فجأة البيضة تهتز جامد، ولين يتفاجأ إيه دوت، والبيضة تتفتح ويطلع منها وحيد قرن صغير، والسيسم يظهر فورا: طب
تم الحصول على خادم شبحي وحيد القرن وقدرته يتحكم في الهواء ويعمل فقاعات ويعيش في الميه وياكل نار ويطلع كهرباء. ولين مستغرب بيقول الباكج المجنون دوت، والمفاجاه الاكبر الكائن الصغير ينط على وش لين ويقول له ماما، وجونج وشينهوا يبصوا عليه كيوت بشكل مش طبيعي، لكن الصدمه هو بيتكلم كمان، وشينهوا تديله شويه طاقه شبحيه وهو بياكلها بسعاده. ولين يضحك، اسمه طويل جدا هنسميه رامبل، ورامبل دوت للعلم كان وحيد قرن تنين. وبعد شويه لعب وهزار لين يرجع للجديه، كفايه كده هوت لازم نرجع بسرعه. وبعد وقت تشارلي تشكره وبسببه نظام التهويه رجع يشتغل تاني، وزيون تضيف والاتصالات كمان رجعت واتوصلت بالقمر الصناعي، المكان رجع للحياه. وفي الخلفيه مونيكا بتجري ورا رامبل، ولكن رامبل عامل نفسه مش شايفها، ومونيكا بتسال لين بابتسامه هترجع للشرق دلوقتي، ولين خلصت كل اللي جاي علشانه. والاخوات كانوا بيعيطوا ليه الرجاله كويسين مش بتقعد، ومونيكا كانت بتقترح عليهم يروحوا معاها شبه الجزيره. ولين في الطريق يكلم الجده فراشه ويقول لها بفضل طريقه الهروب بتاعت شين هوا وصلت في نص ساعه بس، وهي ترد كويس بس خلي بالك توت مستخبي الفتره ديت، تعالى الاول للمقر الرئيسي. ولين يقول لها تمام، ويقفل المكالمه ويقول لنفسه انا مش هقع في نفس الفخ مرتين، واليوم اللي الاقي فيه توت هيكون اخر يوم في حياته. وفي نفس الوقت في برشلونه راجل عجوز يلاقي دميه قدام محله مع ملاحظه لقيتها في قلعه الورد خلاها ذكرى، الراجل يعيط ويفهم انها ابنه ويشكر لينفينج من قلبه. ولين ساعتها اخيرا وصل لحدود الشرق ويطلب من شينهوا على طول على المقر الرئيسي، وهناك يحكي كل اللي حصل في الغرب ويكشف حاجات خطيره جدا. منظمه الحرس سيطرت تقريبا على اوروبا كلها وفاضل بس منطقه بحريه غامضه، والجده فراشه تقلق والوضع مش مطمن، غالبا هيستنوا يسيطروا بالكامل وبعدين يغزوا الشرق. ولين يقول بثقه معايا دلوقتي 3 ارواح بمستوى الحلم وبس، برضه المواجهه مش سهله. والجده تبتسم دوت خبر ممتاز بس انت بتتطور بسرعه مرعبه. وبالنسبه لتوت هي بتقول هو مستخبي اكتر من الاول بس اكيد لسه في الشرق وبيحاول يلاقي شريك علشان يحرر ارواح ال 12 هرم، وتقترح انه يسال حاكمه مدينه الاشباح. والجده تمشي لكن لين فينجي يوقفها بتردد، ممكن اسالك سؤال؟ وهي ترد دوت اخر سؤال ليك اسال. ولين يتاكد هتجاوبيني مهما كان؟ هي ترد ايوه. ولين يبدا يحكي انا شفت حاجه من الاف السنين في مدينه صحراويه قديمه، كاهن الاشباح قتل الكل بس اتطرد بواسطه شبح ستة كانت معاها مرآة وفي رجلها حبل احمر، وبعدها قابلت بنت بنفس الحبل. ويسكت لحظات ويبص ليها والشبح ديت هي انت صح؟ جده تبتسم وفجاه شكلها يتغير وتظهر هيئتها الحقيقيه، والسيستم ياكد روح طيبه من المستوى تاني من الكابوس، وهي تضحك واضح انك عرفت. ولين لسه مصدوم بس يسال ليه بتساعد البشر، وبنعرف اسمها الحقيقي نينجا، وبتشرح ان في طريقين، حاكم مدينه الاشباح اختار طريقه علشان يكمل قوانينه وانا اخترت طريقه تانية علشان اواجهه، ببساطه انا مش عدوكم. ولين يفهم هي بتستخدم البشر علشان تطور قوانينها. وبعدها نينجا تودعه ولسه عندي امور في الشمال فهتحرك دلوقتي. ولين كان لسه بيسأل عن الكائنات الغريبه ديت، ونينجا ردت بسرعه ديت مش ارواح، ديت اشبه بحشرات خطيره جدا شبه طاقه الاشباح بس بتنتشر اسرع وبتدمر النظام البيئي كله وتكمل بجديه، لازم الاقي مصدرها ولما اخلص اللي في الشمال هرجع ليك. واول ما تمشي السيستم يظهر مكافاه 3 نقاط ترابط علشان اكتشفت هويتها الحقيقيه. ولين واضح ان اللعبه ديت بتكبر، وبعدها على طول يروح مدينه الاشباح فانجو. اول ما يدخل يقف مصدوم، المكان كبر وجونج تقول له المساحه زادت حوالي 5%. ولين يحلل بسرعه يعني منطقه السيطره بتاعت حاكمه المدينه كمان زادت 5%، ولو كملت كده هوت ممكن تغطي الشرق كله. وفجاه طاقه الاشباح تتحرك وكل يقول الحاكمه بتنادي ويوصل للقصر. ولين يتفاجأ اكتر، امولات اشباح كتير جدا وهدوم موحده للجيش، ويفهم فورا هي بتبني جيش كامل. يبص حوالينه ويفكر هي ناويه توسع اراضيها، والحاكمه تلاحظ وجوده وتقول له تعالى وتاخده جوه وتساله كنت فين. ولين يطلع الكنوز جبت لك الحاجات ديت، وهي تقبلها وبعدين تقول له انا مضطر امشي شويه وانت هتمسك مكاني، وتدي له خرزه غريبه وتقول له طول ما هي معاك تقدر تفتح وتقفل المدينه والجيش كله ينفذ اوامرك. والسيستم يظهر حصلت على رمز جنود المدينه. ولين يفكر دي قياده عسكريه كامله. ولين يسالها الظل الغامض رجع يكلمك وهي مشغوله بتوسيع الجيش لسه ما ردتش عليه. ولين يدخل في الموضوع المهم، سمعت عن بوابه العالم السفلي، وهي بتقول له في اسطوره قديمه بتقول انها هنا هو بس ما حدش عارف مكانها بالظبط، وبعدها بتختفي وسابت المدينه في ايدين لين. والسيستم يظهر مهمه ترابط رقم 2 اداره مدينه الاشباح لمده شهر والمكافاه 10 نقاط. لين يبتسم تمام بس الاول نشوف توت. والخطه كانت بتبدا ولين هننفذ الخطه رقم 2. وبعد شويه جونج تتحول لشكل الحاكمه ولين يبص نسخه بالاصل، وجونج الشكل والصوت حتى الهيبه كلها مظبوطين. الخطه كانت بسيطه
بسيطة. جونج تمثل دور الحاكمة ويبعتوا رسالة لتوت يخلوه يدخل المدينة ويقفلوا عليه ويدمروا أداة روحه ويستدعوا أسونا وينهوه. المستشار بيجيله وبيقول له توت وصل، وجونج تقول له دخلوه لين يستخبى جوه نطاق شينهوا علشان يفضل متحكم في كل حاجة. وتوت يدخل وهو بيضحك، واضح إنك أخيرا قررت تقابليني. كانت نبرته بثقة ودوت يخوف. ولين يهمس يبدأوا التحليل والراهبة بتبدأ والنسبة كانت 3%. وفجأة توت يحس بحاجة ويبص حواليه، وجونج بدور الحاكمة بتدور عليه. وتوت في إنسان داخل المدينة، وجونج ترد بثقة خلصت عليه ونكمل موضوعنا. وتوت وافقت على العرض، وجونج هساعدك تحرر ال 12 روح بس ليها تمن، وتكمل المخطوطة اللي معاك مرتبطة بالنظام بتاعي، أنا محتاجة مساعدتك. وتوت يوافق والنسبة بقت 5%. وفجأة ينتقلوا لأرض مهجورة، وجونج وصلنا وهات الصولجان علشان أصلح المدينة. وتوت يمد إيديه لكن يتجمد فجأة ويحس إن في حاجة غلط، وفجأة يجري وبأقصى سرعة. ولين يصرخ دلوقتي، وجونج تستخدم الخرزة والمدينة تتقفل بالكامل. ولين يظهر ومش هتهرب، والنسبة بقت 6%. ولين يستدعي كل أرواحه والهجوم يبدأ. وتوت يضحك ضحكة سوداء، وواضح إن حظك سيء، المرة اللي فاتت ما قدرش تهزمني وبرضه رجعتني تاني. ولين يرد بعصبية، الألم اللي تونج حس بيها ردهولك 1000 مرة. وتوت يفعل مهارة ابن العالم السفلي ويهاجم بكل قوته. ولين وأرواحه بيحاولوا يدافعوا بصعوبة، وتوت يندفع وهو بيصرخ انزلوا للعالم السفلي في نهر الدم. ونسبة التحليل كانت وصلت 10%. ولين مصدوم بدأ مباشرة بالمستوى التاني من الكابوس، كمان مهارته جديدة والوضع كان أخطر من المتوقع. وتوت يرفع الصولجان وهخليكم تقابلوا البنت اللي قبل كده ويضرب، لكن قبل ما الضربة توصل أسونا تظهر فجأة وتستخدم مهارة سحر العملاق، وجندي عملاق بيظهر. ولين يلاحظ إن دوت شبه أبوها، والعملاق يضرب بالصولجان ويتكسر، والسيستم يأكد تم تدمير سلاح الروح. ولين ما يضيعش لحظة ويطلع أدوات روح توت وتمثال النمر الأسود والحجر القمرمزي ويكسرهم قدامه. وتوت يتصدم، إزاي معاك أدوات روحي؟ ونسبة التحليل كانت 15%. ويبص لأسونا بصدمة أكبر، وصلت للمستوى التاني بالسرعة ديت. ويصرخ بغضب، أنا الفرعون إزاي تأجروجوا تعملوا معايا كده؟ وحتى لو اختفيت هاخدكم معايا. ويحاول يفجر نفسه، لكن أسونا تتحرك فورا وتستخدم قدرة حلم الزمن، والسيستم يشرح سيطرة جزئية على قوانين الزمن، استنزاف طاقة العدو والتحكم في مرور الوقت. وتوت اتحبس جوه عالم زمني والتحليل لسه شغال. ولين يبتسم، الهجوم مش الأقوى بس طالما اتصاب يبقى انتهى. ويبص لأسونا ويقول لها سرع الوقت. وجوه العالم توت بيصرخ، اللي عملتيه فيا طلعيني، لكن الوقت بقى عدوه وايام بتعدي عليه في ثواني. بس في الواقع نسبة التحليل بقت 35%. وجوه الحلم توت تايه، وفجأة يقابل ابو اسونا ويسأله انت مش ميت؟ الاب يتحول يقول له خليك هنا للابد. وفجأة كل الارواح اللي توت قتلها تظهر، وتوت يصرخ ديت اوهام مش هتحبسني هنا، ويجري ويشوف باب يخرج منه ويفرح. لكن اول ما يعدي اسونا تسرع الزمن ب1000 ساعة، يتحبس في المتاهة ونسبة التحليل توصل من 46 ل 70%. والسيستم تم تجاهل فرق المستوى. توت يمسك راسه، ايه اللي بيحصل لي؟ ولين يرد بهدوء، عدى ثواني هنا بس انت عشت تقريبا 100 يوم هناك وطاقتك خلصت. وتوت يصرخ ازاي تعامل حاكم كده، لكن ياخد لكمة عملاقة في وشه ويتدمر ويقع. ولين يقول لأسونا انهي بايديكي، وتوت يترجى انا عمك انا اخر حد ليكي. وأسونا بتعيط لكن تصرخ السحر العملاق، الضربة الأخيرة وكانت النهاية. السيستم يظهر وتم الفوز وخبرة 80,000، والمكافأة كانت عين حورس. ولين يمسك العين ويقول كده قربنا، والخطوة اللي جاية نلاقي بوابة العالم السفلي. وجونج تقول حسب السجلات زهرة العالم السفلي هي اللي بترشد الأرواح التايهة. ولين يضيف إن الزهرة ديت محتاجة طاقة ين ضخمة، ويبقى لازم ندور على مكان الطاقة ديت بتتجمع فيه. وبعد شوية جونج قالت إنها لقيتها قدامنا، ويوصلوا لمكانه وبس مفيش ظهور. ولين يلاحظ إن رامبل بياكل حاجة. ولين بلاش تاكل أي حاجة غريبة، لكن فجأة رامبل يحس إن في حاجة غلط ويرجع الحاجة اللي أكلها. والمفاجأة الزهور كلها تتحول وتبقى نفس الزهرة اللي بيدور عليها، ويتبعوا الزهور لحد ما يوصلوا لبوابة مستخبية جوه جبل. ولين يبص عليها دوت قصر تحت الأرض متبني من آلاف السنين. ولين يوصل لنهاية الممر ويقف قدام بوابة مرعبة، بوابة مليانة عيون. وفي اللحظة ديت يفهم فورا ديت بوابة العالم السفلي، ويفتكر تعليمات الكتاب القديمة ويبدأ ينفذ خطوة خطوة. ويطلع عين حورس ويقول أول خطوة تقديم القربان، والبوابة تمتص العين فورا. ولين بيكمل التعويذة، وأول ما يخلص البوابة تبدأ تتفتح والسيستم يظهر تم فتح بوابة العالم السفلي ومهمة اكتملت. لكن في نفس اللحظة مهمة أخيرة تظهر، لاستعادة تونج لازم تدخل العالم السفلي لوحدك وترجع الجزء روحها خلال يوم واحد، وتحذير فتح البوابة مؤقتا وبعد يوم هتتقفل بالقوة، ولو فضلت جوه هتموت. والمكافأة كانت 50%.
100%. جونج تقول له بقى لا احنا خرجنا بالعافيه من العالم دوت، ما ينفعش نرجع تاني. ولين يقول بهدوء فاهم هتنكر كروح وادخل لوحدي. وشينهوا وجونج ارجعوا بسرعه. لين هرجع ومعايا تونجا. ولين يدخل العالم السفلي واول حاجه يلاحظها المكان مش مخيف زي ما توقع، وهادئ وجميل بشكل غريب. ويبص حواليه ويلاقي اتجاه القوس بتاع تونجا وماشي مع اتجاه الارواح، ويقرر يتبعهم ويسأل روحه رايحه فين. الروح ترد انت لسه ميت جديده، ويشرح قدام جسر ناري، وبعدها تشرب حساء النسيان وتنسى كل حاجه وتدخل اعاده الميلاد. وبعدين يسأله انت عايز تختفي كده اهوت. تنويه مهم يا صديقي، دي قصه خياليه من وحي خيال الكاتب، فما تنساش انها للترفيه وبس، واي حاجه بتتقال في قصه من وحي خيال الكاتب فصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نكمل. ويكمل في ناس بتهرب وترمي نفسها في نهر النسيان وتيجي معايا. ولين يقول له تمام، ويوصل الجسر وحراس واقفين والارواح بتعدي واحد ورا التاني. ولين يفكر القفز من هنا محتاج جراءه، واول ما يعدوا فجاه لين ومعاه شويه ارواح يجروا وينطلقوا من الجسر، والحارس يصرخوا رايحين فين، ويرموا سلاسل ويمسكوا كل الارواح، لكن لين يهرب وبسرعه غير طبيعيه. اول ما ينزل كوستونج يبدا يلعب ولين يستنيني، والحراس مصدومين طفل بيجري اسرع مننا. واحد يقول له سيبوا نهر النسيان مش مكان يعيش فيه حد. ولين يبص حواليه ويفهم الارواح دي بقايا ناس عندهم امنيات ما اتحققتش. وفجاه صوت يناديه يا شاطر، ولين يتصدم ويشوف تونج وابوها، والاب يقول كبرت قوي. ولين يعيط ومش قادر يتمالك نفسه، وتونج تضحك امتى طولت كده مش قادره اوصل لراسك. ولين يدرك ديت ذكرياتهم ولسه فاكرينه، يبتسم وهو بيعيط شكرا على كل حاجه، انا سعيد ان شفتكم تاني. لكن ياخد نفسه ويقول لازم اكمل ويمشي. وتونج وابوها يقولوا له ما تجيش بدري خليك عايش. وبعد شويه حد بيناديه ويزيمه، ولين يتفاجأ شينهوا ويقرب منها ويلمس ايديها، هي تسأله انت حقيقي. ولين يفكر ديت ذكريات قديمه ليها ولا روح متبقيه، والسيستم يظهر تم الحصول على جزء من روح شينهوا ومهمه استعادتها بدأت. ولين يفهم لمس بقايا الارواح بيخليني يشوف ذكرياتهم، ولكن لو اتعلقت بيها هتضيع في النهر للابد. وبعد شويه بحث لين بيلاقي جزء روح حاكمه مدينه الاشباح، ويفكر قصتها غامضه خلينا اشوف. ويدخل الذكرى وناس بتقول هاتوا القوه الحاكمه للاسرى تحت الارض. عجوزين بينحنوا قدام تابوت وبيشكروا الساحره العظيمه من جوه التابوت، وطفله بتصرخ بابا وماما والجو ضلمه وبارده، والناس ترد استحملي ده الطقس لازم يتعمل. ولين يستوعب جوه التابوت القوه الحاكمه كانت طفله، والطفله بتعيط انا خايفه مش عايزه اروح. والناس حوالينها بيتكلموا كأن دوت عادي، والناس حوالين التابوت بيتكلموا بفخر، والعيله محظوظه عندهم القوه الحاكمه وبيكملوا هي اللي هتوصل ارواح اجدادنا. لكن فجاه حد يقول حاجه مرعبه، اللي بيتم اختياره مش بيرجع يشوف اهله تاني. ولين يقف مش مستوعب ايه العاده الغريبه ديت، وايه لازمه تحط طفله في تابوت يمشي وراها لحد ما يدخلوا قصر ضخم تحت الارض. ولين يفهم دوت القصر السفلي في الماضي. واحد يبارك للكاهنه مبروك ولاده القوه الحاكمه، كاهنه ترد خلوها تدخل القصر لما تبقى جاهزه. ويفتحوا التابوت وطفله صغيره كانت بتعيط، كاهن يقول لها اطلعي يا شوانج من هنا انت هتخدمي العالم السفلي. ولين يتصدم يبقى اسمها الحقيقي شوانجا، وكاهن ينادي بنت تانية وكان اسمها لينج وعندها 17 سنه ويقول لها خدي بالك منها وعلمها تبقى قوه حاكمه. ولينج تاخد شوانج وتقول لها يلا نروح الحديقه الاول. وبعد شويه شوانج تبتسم والمكان جميل قوي وتسال هفضل هنا اهوت. ولينج تقول لها هعلمك كل حاجه. شوانج تحاول تقطف ورده لكن تتجرح، ولينج بسرعه تعالجها في شوك خدي بالك وتحط ليها مرهم ودوت رحيق زهره العالم السفلي دواء سر لعلاج الامراض. والايام تعدي وشهور كمان، وشوانج تتعود على حياتها وتبدا تحب المكان. وبعد سنين لينج تسال مبسوطه، وشوانج ترد بابتسامه قوي كلكم طيبين. ولينج تبص لها بجديه بس في حاجه تانية لازم تعرفيها، وتاخدها في مركب وتقول لها لسه صغيره اتعلمي مني الاول. ويوصلوا للشاطئ في ناس وجثث، وكان يقول دوت واحد مات في المعركه خلصوا الموضوع بسرعه. ولينج تبص لشوانج ركزي وظيفتنا نقود ارواح اهلنا للعالم السفلي، واول خطوه نزرع بذره زهره العالم السفلي وليهم علشان ما يضيعوش. وشوانج تبص بصدمه يعني الزهره اللي برعاها جايه من هنا. والكاهن يدخل فجاه بالظبط، شوانج ترتعب انا خايفه ومش عايزه اعمل كده. ولينج تهديها دوت واجبنا ومن غير الارواح مش هترتاح. ويزرعوا البذور ولينج تشرح بعدها نوصلهم لمكان راحتهم. وبعد ما يخلصوا لينج تسال الكاهنه ليه الجثث بتيجي كتير اليومين دول، وهو يرد اعملي شغلك بس مش شغلك تفكري. وبعد ما الكل يمشي الكاهن يبتسم ابتسامه مرعبه. قربت تنضج ويبصوا على بوابه قوه العالم السفلي قريبه، والبوابه تمتص الارواح وهو يقول القبيله بتطهر. ولينج تحاول تطمن شوانج شايفه المكان جميل ودي اتجننت القبيله، لكن الحقيقه كانت
كانت مرعبة. يرجعوا الحديقة وبنات تانية تستقبلهم، ولينج تكرر الطقوس وشوانج تبص بخوف وتقول أنا خايفة، ولينج الأرواح بتتحول لزور هنا وتموت وتبص للأرض تحت رجليهم ناس ماتت من سنين. وبعد 5 سنين شوانج كبرت وبقت مستعدة وتقول بحماس النهاردة أول مرة أعمل الطقس لوحدي، ولينج ترسم يلا وريني. لكن شوانج تلاحظ حاجة، انت غريبة النهاردة ليه مش جاية معايا؟ ولينج كبرت خلاص مش هفضل جنبك دايما. وشوانج تروح وتكمل الطقس لوحدها وترجع فرحانة أكيد لينج هتفتخر بيا. لكن توصل القصر ولينج مش موجودة وتسأل البنات فين لينج، يردوا مش عارفين. وشوانج تتعصب ديت أول مرة ليا حتى ما جاتش تستقبلني، وتبدأ تدور أوضة ورا أوضة لكن القصر كله فاضي. وفجأة تشوف الكاهن ووجي رايح مكان غريب، تبعه وتشوفه وبيضغط على زر غريب. وشوانج واقفة مستخبية وبتشوف الكاهن ووجي بيضغط على علامات غريبة وباب سري بيتفتح. شوانج تفكر يعني في أماكن في القصر أنا معرفهاش، وقلبها بيدق يا ترى لينج جوه، وتقرب وتكرر نفس الخطوات والباب يتفتح وتدخل تلاقي المكان محروس بشدة. لكن رغم كده هو تتسلل بهدوء، وفجأة حارس يسحب سيفه ويقرب منها ويقطع النباتات اللي مستخبية وراها، لكن ما كانش في حد. شوانج كانت متعلقة فوق وتهرب منه بصعوبة وتدخل أعمق ولازم توقف. والمشهد قدامها كان صدمة، الكاهن ووجي ركع قدام واحد غامض وبجانبه لينج مربوطة بسلاسل وفاقدة الوعي، والراجل الغامض يقول له ارفع راسك أنا رايح بهنانج أخدم النبلاء وفي حاجات لازم تشرحها. ووجي يبتسم وديت هتبقى هديتي ليهم، والراجل يرد بالظبط الناس الفقراء فاكرين ان ظهور العالم السفلي علاج سحري، لكن الحياة هي بس بتخدرهم علشان ما يحسوش بالألم. ويسكت للحظات ويكمل العلاج الحقيقي هو البنات ديت. يوضح الحقيقة مرعبة، البنات اللي اتربت وهي صغيرة واستنشقت طاقة الزهرة جسمها كون اكسير داخلي، ولما تكبر النبلاء بيستخدموهم علشان يطولوا عمرهم ويشربوا دمهم ويعالجوا اي مرض، ولما يخلصوا يستخرجوا الاكسير من جسمهم. ووجي طلع ايديه الشبحية وخلوهم كمان يكتسبوا قوة خارقة بعد تطهير العالم السفلي. وشوانجي كانت سامعة كل كلمة ودلوقتي فهمت كل حاجة كانت كذبة. الراجل يقول رتب الباقي والبنت ديت مخدرة مش هتقاوم. ووجي يبتسم بشكل مقرف انا ربيتها بنفسي مش كتير عليا استمتع الاول ويمسك لينجا. وشوانج دموعها هتنزل مش قادرة تتحمل، لكن تعرف لو ظهرت دلوقتي هتموت. تبص لوش لينج شاحب وضعيف وتفكر ازاي ينقذها. وجي يقول استني هنا هو اروح اجيب حاجة وبعدين نبدأ. واول ما يمشي شوانج تقرر ديت فرصتي الوحيدة وتجري بسرعة تفك القيود وتقول لينج فوق لازم نمشي، لكن ما كانش في رد. شوانج تاخد قرار اصعب وتروح للبنات التانيين وتحكي لهم كل حاجة وكلهم يتصدموا احنا اتخدعنا. واحدة تقول يبقى البنات اللي رجعوا بيوتهم كانوا بيتقتلوا، ولكن بنت تانية تقول بهدوء مرعب انا كنت عارفة والكل يتصدم. وتكمل اتخذت قبل كده هوت لمدينة ين بس كان هددني لو اتكلمت يقتلني. وبعدين تبص لشوانج هيكتشف ان لينج اختفت، اهربي دلوقتي وتقول لها سر في مجرى مائي سر اخرجي منه. شوانج تسأل وانتوا يردوا هنمثل اننا مش عارفين حاجة ولما الفرصة تيجي نهرب. بعد شوية شوانج شايلة لينج وبتمشي في النهر، واخيرا ظهر النور وتصرخ استحملي قربنا نطلع. تحاول تديها امل ماما مستنياكي وتطلع وامها بتكنس بره. تسمع الصوت وتشوف شوانج والاتنين بيعيطوا، والام رجعت ليه؟ شوانج تصرخ وتقول ديت مش طقوس دي مسبحة، وفجأة بتقع مغمى عليها. وبالليل الاهل مش مصدقين احنا عبدنا القوة الحاكمة لالاف السنين عشان نحمي نفسنا، ويسألوها دوت حلم. شوانج لا وشفت بعينيا وتترجاهم انقذوني انا ولينجا، والام ما تخافيش هنخبيكي بكره. وشوانج تنام والصبح تصحى لكن الباب يتكسر. وجي دخل برجالته بيبتسم وبيقول انت اتفسحتي كويس ويلا نرجع بيتك الحقيقي. الرجاله تمسكهم وشوانج تصرخ بابا وماما وليه عملتوا كده هوت. وجي بيرد وهو بيضحك بفضل ابوك لقيناكم في وقت مناسب، ويدي الاب كيس ذهب والاب يحاول ياخده لكن وجي يضربه ويقول له باحتكار ما تلمسنيش. الاب ينحني حاضر ويجمع الذهب من الارض، وام شوانج تصرخ في والدها انت ازاي قاسي كده، لكن الاب يرد ببرود صادم لو ما سلمناهمش المكافاه السنويه هتضيع. ويكمل الستات اصلا مش بيكملوا النسل يبقى بلاش نفتح الموضوع دوت تاني. في نفس الوقت لينج مرميه على طاوله داخل القصر السفلي، ويجي قرب منها ويمسك وشها ويقول كنت مخطط اسيبها لنبلاء ينسيتي بس مين اللي خلاها تعاند كده. شوانج تصرخ للينج وتجري ناحيتها لكن الحراس يمنعوها، والكاهن يطلع زجاجه غريبه وديت اغلى حاجه في مدينتين، حبوب سحريه مستخرجه من بطون اخواتها. الصدمه تكبر ويوريهم الحياه المرعبه، وبياخد حبه ويديها لوجي ووجي ياكلها، وفجاه طاقه ضخمه تنفجر جواه وبيضحك بجنون انا بقيت اقوى. ويمسك سكينه ويقول العقاب اللي جاي نفتح البطن ونطلع الاكسير، ويقرب من اللينج ارجع لاخواتك ويطعنها. وشوانج تشوف كل حاجه ومش قادره وتصرخ، ولكن
لكن فجأة الاخوات يهاجموا الحراس من ورا، واحدة تصرخ هروب يا شوانج. شوانج تعض واحد علشان تفلت وتجري، لكن الموقف يتحول لمعركة كاملة، ولينج تبص لشوانج وهي بتجري بابتسامة ضعيفة، وشوانج تقفز فجأة على وجيه وتاخد منه الحباية وتجري على لينج انت كويسة، لكن الكاهن يطعنها فجأة والحراس يقضوا على باقي البنات، والكاهن يصرخ وقتلوا الكل، وشوانج تحاول تقف انا مش هخسر وتبلع كل الحبوب مرة واحدة. الكاهن بيقول اقطعوا بطنها والحراس يمسكوها، لكن جروحها تبدأ تلتئم، وهو ملزوم ازاي بتتعالج ويرمي نفسه عليها، لكن طاقة مرعبة تنفجر وترجعه. شوانج تنهض وبقت حاجة تانية خالص ويصرخ ان ديت وحش، لكن قبل ما حد ما يقرب شوانج تقضي عليهم كلهم. الجثث تتحول لزهور وتبص للبنات وتقول اهربوا بسرعة. الكاهن يتحول لوحش مرعب مش هسيبك تعيشي ويهاجم عليها، لكن جسده ينفجر من الطاقة الزيادة. شوانج تخرج منه وتبص على لينج خلصنا، وفي نفس اللحظة بوابة العالم السفلي تبدأ تسحب الأرواح. البنات اللي هربوا يشوفوا الضوء يقولوا شوانج بتحمينا، وفي الحاضر لين ماشي وسط العالم السفلي يحس بطاقة تونج قدامه ويلاقيها أخيرا بتلعب مع الفراشات. السيستم بيقول تم العثور على روح تونج متبقية، هل ترج معاها؟ لين بيأكد ويتأكد دي تونج قبل ما تتحول، يشاور بالرمز وفجأة تونج تجري عليه بسعادة. السيستم بيرد تم دمج روح تونج، ولين يعيط من الفرحة يلا نرجع للبيت، لكن فجأة فارس شبح على حصان بيظهر. الجنود ممنوع المرور، لكن فارس يضحك ومفيش حد يوقفني ويضربهم بسهولة، والجنود يقولوا لازم نوقفهم لحد ما سين وسامة توصل، ولكن الفارس يقفز في السماء وجايين تلحقوني جربوا. وفي نفس الوقت لين بيهرب بسرعة، لازم اخرج قبل ما الدنيا تقفل. وفجأة شخصية جديدة تظهر وتوقف الضربة، والجنود لورد تشيو، والفارس يضحك انت شبهه بس اضعف. هنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة يا صديقي. سؤال الحلقة ديت هل هيفضل قادر يهرب مع تونجا ولا الحرب الجديدة هتدفنه هناك للأبد؟ اللي جاي هيحدد مصير العالم كله. فما تنساش يا صديقي تصلي على النبي وتعمل لايك، وسلام.